الدوناتس. مجرد ما بنسمع اسمها كده قلب الواحد بيدق من كتر الشوكولاتات والالوان والحشوات الكتير اللي بتبقى فيها. يعني حاجة جميلة كده وبسيطة وسهلة وبتفرح الكل ومفيش حد ما بيحبهاش، يعني نقدر نقول عليها معشوقة الملايين، الكبير والصغير بيحبها جدا. والجميل فيها انها بتتاكل سادة بسكر وقرفة وبتزيينات بسيطة زي ما انتم شايفين. ممكن نغلفها بشوكولاتة او بسكر ملون زي ما نحب وناكلها بالطريقة المناسبة لينا. المهم اننا نعملها بالطريقة المظبوطة بالظبط اللي تخليها تبقى مقرمشة وجميلة من بره وهشة وخفيفة قوي من جوه، والاهم انها ما تكونش شاربة زيت. يلا بينا نبتدي ونشوف مكونات الوصفة واسرارها، والاهم اننا بسرعة لو لسه مشتركناش في القناة نروح نشترك وندوس على زرار الجرس عشان توصلنا كل الوصفات الجديدة، ونرجع عشان نشوف مكونات وصفتنا. هنبتدي الاول بالمكونات السائلة. هنحتاج 1.5 كوباية لبن، والمقدار ده ممكن يزيد شوية او يقل شوية على حسب نوع الدقيق اللي بنستخدمه. في انواع دقيق بتحتاج سوائل قليلة او سوائل اكتر شوية. وكمان هنضيف عليها الزبدة، والمكونات دي هسيبها لكم بالتفصيل في الوصفة تحت. واخدهم على النار هدفيهم، مجرد بس انه الزبدة تدوب واللبن يسخن شوية عشان يخلي الخميرة تتفاعل. مش عايزينه سخنة قوي علشان ما يبوظش الخميرة. وفي حلة تانية بقى هنحط الدقيق، وهحط عليه مقدار 2 من معالق الاكل سكر، ومعلقة صغيرة ملح، وكمان ربع معلقة من جوز الطيب، وده اختياري تقدروا تضيفوه او لا بس بيدي نكهة حلوة. وكيس من الاكياس الصغيرة بمقدار 11 جرام خميرة او 12 جرام، هو الكيس بيبقى مكتوب عليه الوزن بتاعه. هنقلبهم كده تقلبتين مع بعض، المكونات دي تندمج مع بعض. وبعد كده هجيب السوائل اللي احنا دفيناها على النار وهبتدي انزلها عليها، واول ما تبتدي تمتزج هضيف عليها بيضة واسيب الخليط يمتزج مع بعضه. وبعد كده هضيف بيضة تانية وهضيف رشة فانيليا، واسيب المكونات دي كلها تمتزج كويس قوي مع بعض. وبعد كده هاخدهم على الجنب التاني مع رشة دقيق وابتدي اعجنها كمان شوية. بعد ما المكونات دي كلها امتزجت مع بعض لاحظت ان العجينة يعني طرية شوية او سايلة شوية، فزودت عليها معلقة دقيق وخليتها اتقلبت كويس، ورجعت زودت معلقة كمان. والموضوع ده بيرجع لنوع الدقيق، فانتوا دايما خلوا جنبكم شوية لبن او مية زيادة دافين، وكمان كام معلقة دقيق برضو على جنب عشان ممكن تحتاجوا سوائل او ممكن تحتاجوا دقيق. ولما العجينة الدقيق امتزج تماما اخدتهم بقى وعجنتها كويس 2-3 برضو كده. بعد كده حطيتها في الحلة تاني وسبتها لمدة 1.5 ساعة او 2 لما حجمها يتضاعف، ونبتدي بقى نشكلها ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. كمان عايزة اقول لكم انها بتبقى عجينة طرية بس مش ملزقة، يعني زيها بالظبط زي عجينة السينابون. لو انتوا عملتوا سينابون قبل كده هي بتبقى عجينة طرية قوي بس ما بتلزقش في الايد زي ما انتوا شايفين بالظبط. وبعد ما اخدت وقتها كفاية وحجمها اتضاعف هنبتدي بقى نفردها علشان نقطعها. هنفردها بسمك تقريبا 1.5 سنتي. احنا مش عايزينها تخينة قوي وكمان مش عايزينها رفيعة، احنا عايزين سمك وسط عشان لسه هنسيبها تختمر تاني بعد ما نقطعها. بعد ما فردتها كده انا ما عنديش طبعا يعني القطاعة بتاعة الدونتس، وكمان ما عنديش بتاع البرجر، فانا حاولت ان انا اتصرف. جبت 2 كوبايتين مقاسين مختلفين، واحدة كوباية عادية والتانية كاس يعني الدايرة بتاعتها اكبر شوية، وابتديت استخدمها في التقطيع. وكمان جبت الدايرة اللي بشكل بيها الكحك، اللي بنقش بيها الكحك دي، وابتديت ان انا استخدمها او قمع من الاقماع اللي بنعمل بيها الكريمة. ابتديت ان انا اقطع بيها الحلقة اللي في النص او الدايرة اللي في النص، ويعني بنحاول نتصرف. وفي النهاية طلع شكلها حلو جدا، وابتديت ان انا اقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واخدتها على ورق زبدة وسبتها لما حجمها الضاعف تاني. سبتها تقريبا نص ساعة او ساعة كمان. وطبعا العجينة الزيادة دي برجع افردها تاني وارجع اشكلها. المقدار ده كله عمل تقريبا من 18 ل20 واحدة، يعني مش فاكرة العدد بالظبط. انتوا تقدروا تعملوا نفس المقدار او تقدروا تقللوه زي ما تحبوا. دلوقتي هسيبها بقى تتخمر كمان مرة، وبعد كده ارجع اوريكم شكلها ونبتدي نحمرها في الزيت.
قطعتها كده زي ما انتم شايفين، وسبت كام واحدة ما عملتش فيها دايرة في النص علشان احشيها شوكولاتة. تقدروا تعملوها كلها بالشكل ده، او تقدروا تسيبوها مفتوحة من النص. والدوائر الصغيرة دي برضو يعني بستخدمها، بسويها عادي زي الدوناتس عادي جدا، وبتبقى زي البوب صغيرة كده، بتبقى طعمها حلو بالسكر والقرفة. ودلوقتي بحطهم على ورق زبدة، وبعد كده هسيبهم يتخمروا مرحلة تانية كمان، وهنبتدي بقى نسويهم في الزيت. وتعالوا نشوف هنختبر درجة حرارة الزيت ازاي لو ما عندناش ترمومتر، وانا بصراحة ما عنديش ترمومتر. وكمان تعالوا اوريكم شكلها لو احنا عايزين نعمل فيها دواير وما عندناش اي قطعة صغيرة نعمل بيها دايرة صغيرة. دي شكلها بعد ما سبتها شوية برضو رجع حجمها زاد كمان شوية. انا بصباعي كده هبله يعني، او مش عارفة بتقال هبله او هتبله دقيق يعني، وهبتدي اعمل دايرة صغيرة في نص العجينة. بس دي بتبقى بعد ما تكون اختمرت او تخمرت للمرة التانية، مش في الاول، عشان لو عملتها في الاول وحجم العجينة زاد الدايرة دي هتتقفل. ويلا بقى على الزيت. انا حطيت الزيت على النار، اول ما ابتدى يسخن حطيت فيه قطعة من البوبس الصغيرة اللي كنت شايلاهم على جنب. دي اختبر بيها درجة حرارة الزيت، انا مش عايزاه بارد تماما، وكمان مش عايزاه بيغلي، انا عايزاه درجة حرارته تبقى وسط. اول ما تبتدي تعمل يعني بابلز كده، او تبتدي تعمل اللي هي النقط الصغيرة بتاعت الغليان دي، هبتدي انزل فيها الدوناتس اللي عملناها بورقة الزبدة زي ما هي. اول ما تبتدي تقرمش من تحت، ورقة الزبدة دي هنلاقيها فصلت لوحدها زي ما انتم شايفين بالظبط. اول ما تاخد اللون الذهبي من تحت هنقلبها على الوش التاني وتاخد برضو لون ذهبي حلو، نطلعها. درجة الحرارة تبقى مش وسط بس مش واطية، يعني ما بين وسط وما بين هادية. طول مدة التسوية ما بتبقاش عالية جامد وما بتبقاش هادية جامد، بتبقى في المرحلة ما بين هادية وما بين وسط، عشان ما تشربش زيت، وكمان عشان ما تتحرقش بسرعة ويكون قلبها ني من جوه. ده بقى شكلها النهائي. انا حطيت كده على كام واحدة قرفة وسكر، اول ما تطلع على طول نحطها في القرفة والسكر. ولو عايزين نحط عليها طبقة السكر الملون من على الوش، او طبقة الشوكولاتة، لازم نسيبها لما تبرد تماما علشان نقدر نتعامل معاها. لكن السكر والقرفة لازم اول ما تخرج من الزيت على طول. ده شكلها هشة وجميلة وخفيفة، ولونها مظبوط بالظبط، وطعمها مقرمش من بره وطرية قوي وخفيفة من جوه، وكمان مش شاربة زيت خالص. دي انا حشيتها كده صوص شوكولاتة او جناش شوكولاتة، فكانت جميلة قوي. تعالوا بقى نعمل التوبينج بتاع السكر بتاعها، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. استخدمت تقريبا 250 جرام سكر بودرة، وعليهم رشة صغيرة ملح وفانيليا سايلة او فانيليا عادية زي ما تحبوا، ومعلقة صغيرة من الجلوكوز، واقل من نص فنجان مية او ربع فنجان مية مغلية، لازم مية مغلية. وقلبتهم كويس مع بعض قوي. لو حسيت انه الصوص خفيف شوية نقدر نزود كمان شوية سكر بودرة لما يوصل للقوام اللي احنا نحبه. وانا ما استخدمتوش على طول، سبته يبرد شوية. لما بيبرد لون السكر بيبقى ابيض اكتر، وكمان بيبقى تقيل انه يفضل ثابت على وش الدوناتس من فوق، ما يسيلش وينزل تحت. وقسمتهم في اطباق وحطيت عليهم لون غذائي احمر وازرق، وكمان حطيت معلقة كاكاو على الطبق الثالث، وعشان يديني شكل الشوكولاتة او طعم الشوكولاتة. اللون كان تقيل شوية، بس تقدروا تتحكموا في درجة اللون زي ما تحبوا. وبعد كده جبت الدوناتس وابتديت ان انا اغمسها في السكر الملون، وحطيتها على شبكة بره تتصفى. وبعد كده ابتديت ان انا ارش عليها سبرينكلز لو حابين، او ازينها. كل لون بزينه باللون المختلف التاني، بيطلع في الاخر شكلها جميل قوي وحلو قوي. وكمان الدونتس المقفولة جبت كده عود الشيش طاووق التخين شوية، وفتحتها من النص، او عملت فيها دايرة كده من جنب من الجوانب، وحشيتها بجناش شوكولاتة كنت عاملاه من قبل كده برضو، ونزلته في فيديو قبل كده تقدروا تشوفوه. واخيرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتدوسوا على زرار الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، تقولوا لي رأيكم فيه في الكومنتس تحت، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يجربوها. باي باي.